مش لازم يعني علشان نعمل أكلة تكون لذيذة ومغذية يكون لازم لحمة وفراخ. طب النهاردة بيبقى حبتين بطاطس وحبة رز، حبة خضرة وحدتين طماطم، هنعمل أكلة لذيذة قوي وكله في حلة واحدة. أكلة مغذية من أكلات الزمن الجميل. الأيام دي بقى عاوزين نوفر شوية اللحوم والفراخ، كلها أيام ويهل علينا عيد الأضحى كل سنة وانتوا طيبين. هناكل لحمة وفراخ، فنعمل أكلات اقتصادية كمان علشان تكون صحية. طب يلا بينا الأول نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ فيديو النهاردة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دخلت في الموضوع على طول. بصلاية وابتدي فرميها في الكب. انا مش عاوزه كده ايه البصله تكون ناعمه قوي ولا خشنه قوي. كمان معانا حبتين طماطم برضه هنضربهم في الكب. اديني بقدر الامكان والله يا جماعه بسرع الفيديوهات وبقلل في المده بقدر الامكان يا جماعه، والله غصب عني علشان الباقه، علشان حبايبي اللي عندهم الباقه ما تخلص. اعمل ايه اكتر من كده؟ او اظن قللت مده الفيديوهات كتير. طيب فرمنا بقى عصير الطماطم. معانا ايه كمان؟ معانا طماطمايه مقطعينها قطع صغيره وقرن فلفل احمر. نروح على البوتاجاز بقى، البصلايه حطينا عليها حبه زيت ونبتدي ان احنا نحمرها. عاوزه اقولك والله اكله لذيذه جدا جدا، تنفع صيف وشتاء. في الشتاء بتبقى لذيذه قوي قوي، وفي الصيف جميله جدا يا جماعه. انا بجد بموت فيها، من الاكلات الاقتصاديه اللي فعلا بصي تحفه. واللي عندك بقى اطفال صغيره هيموتوا فيها. طب زي ما انتوا شايفين كده انا بحمر البصله، مش عاوزه احمرها قوي، كفايه قوي كده. هنعمل ايه بقى؟ ننزل بعصير الطماطم ونغطيها ونخليها تتسبك. تمام كده اهو. بعد ما تسبكت بقى نبتدي ان احنا نزودها حبة مية. لو عندك شوربة حطيها كمان. انا كان عندي مية وعندي بتاع مج شوربة كده هحطه. متبقى من الفراخ العتائي شوربة بتاعتها ما اقدرش، بص ما اقدرش ارميها. لو متبقي فنجان كده اشيله. طب نغطيها بقى كده، وبعد كده هنعمل ايه؟ اول ما تغلي نحط البطاطس اللي احنا قطعناها. تمام. حبة البطاطس دي احنا قطعناها كده مكعبات. خلاص دي حبة بطاطس كده قد ربع كيلو. ننزل بقى بحبة ملح وحبة فلفل، وهننزل بحبة كمون بس مش دلوقتي. هنغطيها بقى ونخلي البطاطس كده تستوي ايه يعني قد نص سوا كده. مش عاوزاها تتهري قوي، مش عاوزاها تبقى نية. بتعرفيها ازاي؟ بتمسكيها كده بالسكينة وبايدك كده تحسي ان هي خلاص دخلت في السوا. بعد كده نكون غسلنا الرز ونقوم حاطينه. وبعد كده ننزل بالخضرة. هتقولي لي رز قد ايه؟ ده حسب مزاجك. ممكن لو انت حابة البطاطس كتير كتري البطاطس، كتري الرز. انا هنا عاملة اقل من نص كيلو رز كمان، وحبتين بطاطس يعني صغيرين، وهيعملوا لنا حلة قد كده يأكل كل اللي في البيت. ونزلنا بقى بالفلفل والطماطمايه اللي احنا مقطعينها ايه مكعبات كده، ونزلنا بحبة كمون. نغطي بقى عليها ونسيبها لحد لما تتشرب. اول ما تبتدي كده خلاص تبدأ تدخل ان هي تتشرب، نهدي النار خالص ونقلبها وننقلها على العين الصغيرة علشان تستوي على نار هادية. عاوزه اقول لك كل اللي هيدخل البيت هيفتكرك اللي انت عامله احلى حله محشي. طعمها وريحتها بجد جميله جدا. وخلاص على كده الأكلة بتاعتنا جاهزة، ويوم وعدى ونقضيها بقى يا جماعة. ما فيش داعي ان احنا الأيام دي عاوزين نشتري لحمة العيد، عاوزين نعمل أكل النهاردة احنا صايمين. والله يا جماعة لقمة اقتصادية جميلة في راحة بال، وتجمعك انت وولادك في أحسن حال بالدنيا وما فيها. أهم حاجة ان احنا نقول اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال. يا رب كفينا شر المرض، يا رب يبارك في أولادنا، يا رب يحفظهم، يا رب يبعد عنهم ولاد الحرام، يا رب يهديهم. قولوا آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يصلح حالنا وحال ولادنا وحال شبابنا يا رب العالمين، يهديهم ويحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم، ويبعد عنهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا رب يهديهم ويصلح حالهم يا رب العالمين. ايه رأيكم بقى في الأكلة الجميلة دي؟ تستاهل لايك ولا لا؟ انا هنا كمان بقولك لو حابة تعملي جنبيها بروتين ممكن تسلقي جنبها بيض، لكن هي كده لذيذة قوي. والسلام عليكم.